فين الحكمة لما الرب جل وعلا يقول لعيسى يوم القيامة أمام جميع الخلائق وهم يرتعبون: يا عيسى، أنت قلت للناس يتخذوك وأمك إلهين من دون الله. فين الحكمة من كده؟ مش لكده ممكن يكون ما الحكمة عشان أقولك إن ده في موعظة عظيمة جدا لينا في الدنيا إحنا وأهل الكتاب. وقد قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وتأمل أن الله سبحانه وتعالى بيذكر كثيرا من الأحداث المستقبلية بصيغة الفعل الماضي، كأنه بيقول ده هيكون. وبرضه ده فيه دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن، لأن منين النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إن أهل الكتاب هيتطابقوا جميعا على أن يجعلوا عيسى وأمه إلهين من دون الله. دي نقطة. النقطة التانية إن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيدعوش لعبادة نفسه. يعني لما أهل الكتاب حرفوا كتبهم دعوا إلى إيه؟ دعوا إلى عبادة غير الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالقرآن دعا لإيه؟ دعا لعبادة الله وحده. فده دليل على صدق القرآن وصدق النبي صلى الله عليه وسلم بكل سهولة يعني. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما قالش فإنك أنت الغفور الرحيم لأن الموقف مهيب. فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.